أنا قلت له بلاش، أنا خايفة. قلبي كان بيرفرف زي العصفور المحبوس. خايفة من كل حاجة، من عيون الناس، من كلامهم، ومن نظرة جوزي لو عرف. حاولت أقاومه وأبعد عنه، بس هو كان عامل زي المغناطيس، بيشدني ليه من غير ما أحس. وفي لحظة ضعف، يمكن لحظة قوة، مش عارفة، استسلمت. القلب بيدق بسرعة، ولإحساس مختلف ما حسيتوش من زمان. بصوا بقى، هحكي لكم حكايتي من أولها. أنا عندي 25 سنة، متجوزة عادل بقالي سنتين. حياتنا كانت ماشية عادي جدا، شغل وبيت وأهل وصحاب في الويك أند. عادل مهندس شاطر وأنا سكرتيرة في شركة سياحة. كل حاجة كانت ماشية بنظام وروتين، لحد ما في يوم عادل رجع من الشغل ووشه منور بالفرحة. قال لي جالي عرض شغل في السعودية 10 شهور بس، والمرتب حلو قوي. أنا فرحت له، بس قلبي انقبض. يعني إيه هيفضل بره 10 شهور؟ يعني هقضي السنة دي كلها لوحدي؟ الروتين اللي كنت بشتكي منه فجأة بقى هو الأمان اللي مش عايزة أسيبه. عادل حس إني متضايقة وتردد في السفر، بس أنا شجعته، قلت له دي فرصة حلوة والسنة هتعدي بسرعة. وبالفعل سافر، بس من أول ليلة حسيت بالوحدة. الشقة بقت هادية وبردانة، الحياة بقت مملة ما فيهاش روح. كنت بروح الشغل وارجع، أكلمه فيديو وأقعد في السكون. حتى الويك إند بقيت أقضيهم نايمة أو عند أهلي، لحد ما صاحبتي هالة قالت لي تعالي معانا الجيم. في الأول رفضت، بعدين قلت أجرب. بصراحة الجو هناك شدني، ناس من كل الأعمار، زومبا، يوجا، جري وموسيقى. كنت بروح متكسرة بس مبسوطة. اتعرفت على ناس كتير، لمياء ست أربعينية مطلقة وعندها بنت، ومريم بنت مخطوبة وخطيبها مسافر زي عادل. بقينا صحاب وبنخرج مع بعض، بس للأسف مكالماتي أنا وعادل بقت تقل وتحولت لرسايل واتساب. في مرة لمياء عزمتني على حفلة عيد ميلاد صاحبتها، كنت مترددة بس رحت. الحفلة كانت شيك جدا، شقة فخمة، ناس شيك، ومزيكا هادية. في الأول كنت قلقانة، بعدين بدأت أقلم. وهناك شفته، خالد، دكتور أسنان مطلق وسيم، راقي في كلام. اتكلمنا وضحكنا وتبادلنا أرقام التليفون، وأنا قلت لنفسي صداقة بس كده. رجعت البيت، كلمت عادل، حكيت له عن الحفلة، بس أكيد من غير أي ذكر لخالد. من ساعتها خالد بقى يطمن عليا برسايل، وبعدين طلب يشوفني. قلت له لأ، بس بعد كده رحت، قعدنا في مكان عام واتكلمنا، وبعدها بقى الموضوع عادة، بنشوف بعض ونضحك ونحكي. وبعدين بقى يجيلي في العيادة بتاعته بعد ما يقفلها. كل ده وأنا جوايا نار من الذنب، بس في نفس الوقت كنت محتاجة حد يسمعني، يحسسني إني ست لسه مرغوبة. وفي عز المشاعر المتلخبطة فجأة عادل رجع مصر زيارة مفاجأة. اتصدمت، حاولت أتصرف طبيعي، بس هو حس إني متغيرة. بعدها رجع السعودية، وأنا خدت قرار لازم أقطع علاقتي بخالد. وفعلا قطعتها، دخلت في اكتئاب. بس بعدها لمياء عرفتني على طارق، راجل أعمال محترم في الأربعينات. بدأنا نخرج وسهرنا مع ناس كتير من أصحاب الطبقة الراقية. طارق كان ناضج، بيفهمني، بيحسسني بقيمتي. وفي يوم قال لي تعالي شرم الشيخ معايا 4 أيام. خدت إجازة وسافرت. أيام هناك كانت فوق الخيال، أكل، خروج، ضحك، حياة ما كنتش بحلم بيها. بس بعد ما رجعنا عادل كلمني أنا نازل مصر زيارة تانية. وشي شحب، قلبي وقع. قلت لنفسي حد شافني، حد صورني. جه فعلا، وحاولت أكون طبيعية، بس هو كان بيشوف كل حاجة في عينيا. وفي يوم قال لي أنا بفكر أرجع مصر على طول. أنا اتصدمت، كل اللي بنيته مع طارق كنت هفقده. كلمت طارق وقلت له ما ينفعش نكمل، جوزي راجع. هو اتفهم، بس حاول يقنعني إني أطلق وأكمل معاه، بس رفضت. قلت يمكن دي فرصة أصلح كل حاجة. عادل فعلا رجع واستقر، بس من جوايا كنت تايهة. وفي يوم قال لي انتي في حد في حياتك؟ سكت، وعينيا اتملت بالدموع. كنت عارفة ان الجواب باين من غير ما اتكلم.
قعدت معاه وحكيت له كل حاجة، كل التفاصيل ما حتى الحاجات اللي مستحيل تتقال. هو سكت وبعدين قال لي أنا مش متأكد إني هقدر أثق فيكي تاني. وقتها قلت له تمام، أنا غلطانة وإنت من حقك تقرر. فضلنا فترة منفصلين في نفس البيت، وبعد كده قال لي أنا مش هقدر أكمل. قلت له وأنا كمان. رجعت لأهلي، أمي سامحتني وأبويا حاول يفهمني. رجعت لشغلي والجيم وحياتي، بس مش ناسية الدروس. أنا اتعلمت كتير إن الوحدة ممكن تقتل، وإن الضعف بيخليكي تاخدي قرارات غلط، وإن الإنسان لازم يعرف يتحكم في نفسه. أنا اخترت غلط، بس كمان حاولت أصلح. وأنا دلوقتي بحاول أبدأ من جديد، وبقول لكل واحدة بتسمعني سامحي نفسك، يا ربنا هيسامحك، بس اتعلمي